السيدات والساده المفتشين، السيدات والساده رؤساء الاقسام والمصالح الاكاديميه، السيدات والساده الاساتذه، ممثلي جمعيه الاباء، شركاء المؤسسه من ممثلي التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، بناتي ابناء التلاميذ، الحضور الكريم كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جد سعيده، يعني الكلمات ما غتكونش معبره عن حجم السعاده التي اشعر بها اليوم لحضور هذا اللقاء العلمي المتميز التي تنظمه مؤسسه الكندي بحضور قامات وطنيه ودوليه في مجال العلمي، خاصه في مجال التخصص المعلوماتي وكذلك يعني مجال الاقتصاد. ثانويه الكندي هي ثانويه حديثه العهد، ولكن بانشطتها يعني المتميزه اصبح لها باع في يعني في النشر في يعني في تميز في مجموعه من الانشطه. وكان حضور سيد الوزير صار خريطه لإلقاء نظره على المنتوجات التي تم تقديمها من طرف الطلبه ومن طرف التلميذات والتلاميذ، خير دليل على قيمه المجهودات التي يقوم بها الطاقم الاداري والتربوي لهذه المؤسسه. هذه المؤسسه وخاصه في المجال التقني يعني العالي كانت فكره، يعني الفكره الاولى ترجع للسيد مدير الاكاديميه والسيد العامل لهم الفضل في اقتراح مؤسسه الكندي حتى تحتضن اقسام التقني العالي اللي ما كايناش، لاول مره كتوجد داخل تراب عماله الحي الحسني. وبدات المبادره يعني بهذه الفكره البسيطه في هذه الثانويه اللي كانت كتبان في البدايه انها معزوله شيئا ما عن التراب ديال عماله مقاطعه الحي الحسني، ولكن الحمد لله يعني الان ما كاين الحمد لله الامور كلها غاده ميسره بفضل يعني الاشعاع اللي كتعرفوا المؤسسه والفضل الكبير اللي كيقوموا به الاساتذه الاجلاء رفقه الطاقم الاداري اللي يرأسه السيد المدير اللي كيحضر معنا، اللي ماشي كيحضر معنا حنا حاضرين معاه اليوم، ولكن السيد المدير اللي كنعرفوا منذ زمن انه دائما يشتغل في المؤسسات اللي كتعرف تميز كبير ودائما يعطي قيمه اضافيه للتميز داخل كل مؤسسه كيعمل فيها. فكنشكر جزيل الشكر على اخذ البادره ورفقه الطاقم اللي كيشتغل معاه باش ينظم هذا النشاط. اكيد ان اختيار شعبتين من اهم الشعب على مستوى سوق الشغل بالدرجه الاولى وكذلك على المستوى العلمي اللي هي شعبتين تقني تجاري ومجال الاقتصاد بصفه عامه ومجال المعلومات، هو اختيار ما كانش بديل، ما كانش يعني اعتباطي، بل كان يعني فكره اللي يسرها بشكل كبير كما سبق لي وقلت جوج الاساتذه، جوج المفتشين المركزيين اللي ما بخلوش على المؤسسه نهائيا ماشي فقط اقتراح هذا الموديول اللي كنقول كونطابيليتي جيستيون اللي هي ديجا الموديول اللي كاين على المستوى الوطني، ولكن باش نخلق الانتيليجونس ارتيفيسيال بور لا بروميير فوا في المؤسسه، فكان يعني تشجيع منهم وانخراط مسؤول وانخراط كلي حتى في صياغه لو ريفيرونسيال. بور لا بروميير فوا كيدار لو ريفيرونسيال ديال لا برونش او نيفو ناسيونال، هذه اللي غتفتح الشهيه الباك المؤسسات اللي كتحتضن التقني العالي باش حتى هي تاخذ هذا المجال ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال. وكتعرفوا بان المجال ديال الذكاء الاصطناعي يعني مجال الذي الان دخل البيوت، ماشي فقط دخل الشركات ودخل، ولكن ولا في الطرقان ولا في مجموعه من المحطات ودخل البيوت ديالنا الان في الدار. الناس اللي عندهم شويه ميسورين يعني تقدر تشغل لا ماشين لافي، تقدر تشغل الروبو الى غير ذلك. يعني هذا يعني لم يكن متاحا قبل، ولكن الحمد لله يعني بتشجيع هذا تعليم هذه الماده يعني الحمد لله مشينا في مجالات اكثر. اللي كيعجبني اليوم اللي حاضره فيه اليوم هو ان هذا التقني التجاري ولا المجال ديال الاقتصاد بصفه عامه مع المجال ديال المعلومات جمعوا بجوج وكونوا فريق منسجم كيترأسوا الاساتذه ديال المواد اللي كنطلب منكم تصفقوا عليه بحراره، وبطبيعه الحال نخرطوا فيه الطلبه اللي حاضرين معنا، الطالبات والطلبه اللي حاضرين معنا اليوم، وخلقوا واحد الموديول اللي بغاو اليوم يعني يزيدوا يتوسعوا فيه علميا، اللي هو يعني مجال الخدمه ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال في خدمه الماركتينغ.